ازيكم؟ يوم الثلاث اللي فات الحقيقه مجموعه جلوبال اوتو وكلاء بي ام دبليو وميني اعلنوا 4 لاءات. يعني ايه 4 لاءات؟ قالوا ان احنا هنوفر سيارات ميني وبي ام دبليو ولكن دون باوفر برايس، مش هنبيع عن طريق تجار ولا موزعين، احنا اللي هنبيع بنفسنا. عندنا سياراتنا هتبقى اول 3 سنوات صيانتها ببلاش او 60,000 كيلو، كمان الضمان 200,000 كيلو، او كمان كمان 5 سنين. يعني معنى كده ان العربية انت بتحط فيها بنزين 3 سنوات وخلاص. طيب التجار يسكتوا؟ لا، ما سكتوش. عملوا ايه؟ راحوا على جميع فروع بي ام دبليو وميني او شركة او مجموعة جلوبال اوتو في مصر يوم السبت الصبح. كل واحد كان راح هناك، صبيان التجار وقفوا في الطابور، اخدوا رقم. في بعض الاحيان كانوا بيشتروا الارقام من بعض، وطبعا بقت فيها سمسره. لكن طبعا الشركه او مجموعه جلوبال اوتو كانت فاطمه كويس قوي للي بيحصل ده. عشان كده انتظروا خلال ساعات هيصدر بيان من جلوبال اوتو عشان يوضح فيها الامر، عشان يسد كل الشبابيك والابواب والابواب الخلفيه امام التجار، عشان يحافظ على سمعته وكمان يحافظ على اسعاره اللي هي كانت بقت ايه، منافسه جدا. يعني يكفي اقول لكم ان في عربيه مثلا من عربيات بي ام دبليو حضرتك كده مع احترامي الكامل ارخص من كوري. اه والله. عايزين بقى شركه جلوبال اوتو تفرط في الانجاز اللي عملته ده؟ ما افتكرش.